دي حتى زعما هاني نعاون لا ما فماش، لا نهز لا نحط لا نغسل لا شيء. مرة طلبتني من الخدمة قالت لي بالله خرج الحوايج من الماكينة ونشرهم، راني ما خلطتش، فرغتهم في الكنسترو وحطيتهم في المنشر كيما هما ودخلت. ما يروحت خزرت وبعد ترشقت بالبكاء. أول مرة نشوفها تبكي كيك، وقتها جتني كالصدمة، ترعبت وما فهمت حتى شيء. الله غالب، حميدة ربتني كيك يدي الراسي ما نهزيش. اما من نهارتها تبدلت ووليت معاها يد بيد، خاطر ما حملتش بكاها وما حملتش زاده الخزر اللي في عينين بنتي برجولية، حسيت روحي دوني. اما باقي كل شيء نعمله في الدرب السرقة على حميد. هني على روحك هني، تي ما هو الا باب على الكلاء، خير من اللي يقولوا عليك بايره. اسمع الكلاء وعرس بيه راهو باهي، وزيد يصلي. لا ما نحبوش يصلي. اوه عليك شو تحبوا مال؟ يا فضيحتك، لطف لطف 7 لطاف ليكش في النهار. اي خالتي ستوت خليك طب باش نبدا الحلقه. عسلامة، انا مريم وهذا الجزء الثاني من حلقه حميدة شلاغم تسمع فيها من بودكاست حي على الحياه. توا زعما يصلي ولا يسكر ويغني ما نعرفش، ما يقولوا حد ما يعرف الخير وين. اما اللي نعرفه متاكده منه اللي شريك حياتي نهار اخر ما نحبش حميده تكون متغلغله فيه. اي يا حميده مازلت شاده جورتك وعندي ما نحكي عليك. ان شاء الله ذكرتوها حميده شلاغم الميزوجينيه. شو كيفين نسأل فيكم على حميدة، كنت تذكروها ولا لا؟ وانتوما أصلا تسمعوا في الجزء الثاني من الحلقة، ما هوش نفسر لكم ايش صار. أنا من كثر ما كنت متحمسة سجلت الجزء الثاني قبل ما نسجل الجزء الأول. أما ما تخافوش ما فاتكم حد شيء، الموضوع في حد ذاته مهم وفيه كان ما يتسمع. وبالنسبة لحميدة شلاغم بالطبيعة يلزمكم تعرفوها شكون، لذا نجموا تدخلوا على شين اليوتيوب وتكتبوا بودكاست حي على الحياة ويخرجوا لكم الحلقتين الأولى والثانية بالترتيب، نجموا تسمعوهم كاملين. أما توا نرجعوا لحلقتنا ونحاولوا نعرفوا مع بعضنا شنو علاقة الحكايات اللي كنا نسمعوا فيها بشريك الحياة. يعني إنسان يعرف يسمع يفهم يتناقش يحترم يراعي ويكون قد كلمته، يخاف عليه أكثر من اللي يخاف من كلام الناس، مقتنع اللي احنا شركاء مش عامل عليها مزية اللي عرس بيا، ومش داخل العلاقة بمنطق أنا مرة لازم نشد الدار والقضية والصغار وهو لازم يجيب الفلوس وتوفى مهمته، وبعد نستغربوا العرك ونكد منين يجي. مش أصحابي في مصر يقولوا جملة تضحك شوية، وهي إنه الطبيخ زي نكد، الستات هم اللي معروفين به بس الرجالة هم اللي شاطرين فيه. وعليش زعما هم اللي شاطرين فيه؟ تي مش نكد هيك وراه برشا اسباب وحكايه وروايه نرجعوا لها في حلقه اخرى ان شاء الله. اما نحكي على الطبيخ، عليه معروفين على الرجال انهم ممتازين في التطيب خير من نساء. هو انا مش ضد بالطبيعه ولا عندي مشكل مع تميز الراجل في اي مجال لا سمح الله، اما يكون عندي مشكل الحقيقه وقت اللي المراه تدخل الكوجينه كواجب لازمها تقوم به من جمله واجبات اخرى مركبينها على كتافها، سواء تخدم في الشارع ولا في الدار ما ترقد الا ما الصابون مغسول ومنشور ومطوي ومخبي في بلاصتو، معون كيف الدار مسيقه، العشاء حاضر وبطبيعة جديد ماهوش بيت من فطور القايلة، الصغار بحذاها في الكوجينة تراجع لهم في دروسهم حتى لو كان عمرها ما قرات حرف، تفيق أول واحدة تخرج تقضي تحضر فطور الصباح وتفيق الصغار تحضرهم هما زادة وتحضر لهم فطورهم اللي في العادة تكون طيبته في الليل ولا في الصباح بكري كما كانت أمي تعمل، تلبس هي وتشدهم بكراتبهم بسيكان الفطور واللمجة وبساكها هي كل صغير من يد وتخرج، ساعات في الوقت ساعات لازمها تجري، لا مش في جورة راجلها هيك عادة مش موجود، يا يخرج قبلها يخرج بعدها ولا ما يخرج أصلا. احنا في تونس ما نجريوش ورا الراجل، كونش كيبدا نطار ولا توكسيك معروفين ما نجريو كان جرة النقل العمومي خيش وحكاكات تل وركلات وسط. كما كنتوا تسمعوا خدم بوبلوشي، تسمعهم ولا تحكي عليهم برك تفد، خلي تعملهم كل يوم ملي تبدا تمشي وتعرف تشد الحاجه مليح وتفهم لين ترجع للي خالقك. قضيه الدار مفروضه عليك خاطرك امراه وتزيد تفرضها على بنتك من بعدك، واللي في عمر معين تفهم اللي الحكايه ما كانش تطلب الفرحه هيك الكل. تحب تلصقوا لي الكوجينه في راسي يا اخي شكون ما هالراجل باش ما يهربش عليك الطباخ ولا المراه اخرى. عمرك لا تلقى عروسة طايرة بالفرحة وهي عارفة روحها قادمة وحدها على هم ما يتلم، ما يتناقشوش في الموضوع قبل العرس، وحتى كان تناقشوا كلام الخطبة مدوم بالزبدة. وبعد العرس برشا نساء تسمع كلام من نوع يا صح عليها رجلها يعاون فيها، ولا هي نعاونك في شريان قضية الفطور في دبوسة الغاز ولا تهبيط البوبيل، اما هيك حدي يحمد ربي نعاون فيك من اصله. نعاون فيك
كلمة العينة واللي منها زادا نلقاو كلمة معينة. المعينة المنزلية هي إنسانة من برا العائلة تجيب صفة يومية أو أسبوعية باش تعاوننا في تنظيف الدار بأجر متفق عليه. هوني فما 3 نقاط مهمة باش وصلنا استعملنا كلمات كيما عينة وتعاون. أولا السيدة المعينة هي مش جزء رئيسي من العائلة. ثانيا تجي تعاوننا في التنظيف مش تقوم به الكل وحدها، يعني كيف تجي تخدم على روحها لازم تلقى حد أدنى متاع مهام تعملهم مش كل شيء عليها. 3 تخلص على اللي تخدمه على الوقت وعلى الجهد. لذا إن شاء الله رجال ولا حتى نساء اللي يعتبروا الراجل مش من واجبه ينظف داره اللي يعيش فيها وتعب عليها كونوا فهموا شوية فكرة العينة اللي فاهمينها بالغلط. الدار داركم الزوز وصغار صغاركم الزوز، يعني نظافة واللهوة والراحة ليكم الكل. في دراسة تلقاوها منشورة على الصفحة الرسمية لجمعية أصوات نساء تقول اللي نساء يعديوا وقت في التنظيف واللهوة بالدار 10 مرات ضعف الوقت اللي يعديوه الرجال. الرجال الميزوجينيين أكيد اللي يعتبروا الدار وخاصة الكوجينة هي المكان الطبيعي للمرأة، أما مش بالضرورة ملكها باش تبقى ديما تحت السيطرة، ويعتبروا في المقابل اللي الشارع ملكهم. تقريبا هذا واحد من الأسباب اللي يخليهم يبولوا في الشارع، ويلزمنا نحن نساء وقت اللي نشوفوهم نحشموا وندور وجوهنا. على خاطر هذا وأكثر الرجال متميزين في التطيب. الكوجينة بالنسبة للنساء كرفي مفروض عليها تعمل وترتاح منه من مسؤولية الناس اللي في رقبتها، أما الراجل يدخل الكوجينة بالكيف غير مش يعمل عليه جو ولا خاطر عايش وحده لاقي الوقت يتفنن. واللي يديه في الماء مش كيف اللي يديه في النار. يعني أنا الحقيقة نتخيل لو كان ما جاش في أغلب العائلات التونسية النساء هما اللي شادين مصروف الدار يمكن رانا كل شهر نلقاو مظاهرة. خلي عاد كان جت قضية الدار من تنظيف وتطيب ولهوة بالصغار الكل على كتاف الراجل، وزيد يلزموا يخدم من فوق خاطر الدنيا غلي. إلا ما كل شهر تقوم ثورة رجالية يناديوا فيها بتقنين الأعمال المنزلية ويطلبوا إنهم يوليوا يخلصوا، ولا على الأقل تصير مساواة وتتقسم الأعمال بينهم وبين نسائهم. إيما الحمد لله مجتمع ذكوري بطبيعته، لذا ما تخافوش ولا خافوا شوية برك خاطر ما نعرفش وقتاش، ما نعرف اللي يجي نهار الضغط يولد الانفجار بعيد عليكم. ما زلنا نشوفوا في تفرقة عنصرية منحازة للجنس الذكوري، سواء في تقديم خدمات، في معاملة إدارية، في تعيين مناصب، في الأجور. لو في الآخر مصباح للتياح وهي اجبد ما ترد جبال تتهد. هي اللي توصل القراية تتشعب في الترانسبور تمشي تخدم وشوف عادك الخدمة فيها تحرش وابتزازات وقوايد وتروح متشعبطة مرة أخرى تتعدى الصغار تروح بهم تدخل العطار تقضي شوف بالحاضر شوف بالكريدي، وملي توصل تنصب الطنجرة للعشاء وتتلاب الصغار هكاك لين تجي ل11 نص الليل تيح على الفرش كي الجث، ومن غدوة الحبل على الجرارة من 5 ولا 6 متاع الصباح، وهي بين الصغار والطنجرة والسطل لين يوفى العمر. على هيك العنف ضد النساء بانواعه بدا من التهميش الاقتصادي وتكليف المرأة بأعمال رعاية وتنظيف مش مدفوعة تقوي من سلطة الميزوجينية والناس اللي يمارسوها وتوصل المرأة تتعرض للإهانة والضرب وحتى القتل. لذا بالنسبة للناس اللي تجري تلوم على النساء اللي تقبل تعيش في العنف، تعرفش معناها دارك تكون لك أخطر بلاصة تتواجد فيها؟ أعرفوا راهو ساهل برشا تحط كرسي وتحكم على غيرك خاطر اللي يتخبط في وسط الدوامة وحده مش كيف اللي قاعد يتفرج من برا ويعطي في الدروس. ومنطقيا الإنسان اللي يكبر في بيئة غير صحية نفسيا ما تكونش عنده القدرة على حسن الاختيار، والأهم إنه لا إراديا يجذب وينجذب لنوعية العباد اللي متعودة تسيئله وتضره. في الأخر مش الرجال الكل ميزوجينيين بالطبيعة، نعرف اللي كل قاعدة عندها استثناء، اما زاد نبقاوش اللي كل ما نحكي على فئة يجيني شكون يبكي يقول لي خاطيني مش تبعها، نبقاوش كل مرة مسايبين القاعدة ومتعنكشين كلنا في الصباع الصغير متاع الاستثناء. لذا احنا هانا نفرقوا في رمانة الميزوجينية مع بعضنا، واللي يعرف روحه مش معني من غير ما يمنعني، واللي مازال ما فهمش ولا مش متقبل فكرة انه التطيب وتنظيف الدار راهم مهارات اجتماعية لازمة في الحياة للناس الكل، ما همش حكر كان على المرأة. مرحبا بيك في المجتمع الحضاري، تسلم عليك الإنسانية وتقولك والله لا عادها بكري وقايد تكبس روحك وتخلط علينا في 2023.